السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات لظروف صحية وظروف يعني ربنا يعديها على خير يا رب. كنت مصورة الفيديو ده من فترة، ان شاء الله هنزل لكم بقى فيديوهات جديدة من مصر ان شاء الله بإذن الله. انا دلوقتي في اجازة ونزلت مصر. عملت معاكم فطار سريع وكنت نزلت السوبر ماركت، وزي ما انتم شايفين الحاجة اللي في السوبر ماركت. واحنا بقى في ايام مفترجة، العشر الاوائل من ذي الحجة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب في اتم صحة واحسن حال يا رب العالمين. اغتنموا بقى الايام المفترجة دي، ما تضيعوش الوقت بدون طاعة او عبادة لله سبحانه وتعالى. اذكروا الله كتير، ادعوا، صلوا قيام الليل وحتى لو ركعتين، اقرأوا القرآن، داوموا على الأذكار. الفترة دي في أيام المفترجة دي بيكون الثواب الضعف، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب العالمين. اقعدي كده، اعملي كده فنجان قهوة واقعدي مع نفسك شوية. هتجيبي المصحف. انا كنت بحب اراجع على سورة البقرة، لاني قلت لكم قبل كده ان انا كنت بحفظ فيها يعني. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، وارجع احفظ تاني ان شاء الله. وانتوا بتشجعوا كده معايا وابدأوا احفظوا، حتى لو تعملي لنفسك ورد يومي من القرآن الكريم. المهم ان انت لازم تفتحي المصحف ونقرأ الآيات كده بتدبر، ونحاول نقرأ آية ونشوف تفسيرها. المهم ان احنا ما نهجرش القرآن ابدا، لان القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى وبنتعلم منه حاجة. والايام دي في الايام المفترجة دي كمان بيكون يعني الثواب مضاعف. آه هناخد ثواب كبير قوي على العبادة في القرآن والأذكار والدعاء. تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تقدروا. ما تعديش يومك من غير ما تفتحي مصحفك، حتى لو هتقرأي صفحة او الورد اللي انت مخصصاه او السورة اللي بتقرأي فيها. اقرأوا سورة البقرة، سواء حفظ او قراءة، المهم ان انت تقرأيها، لانها يعني سبحان الله بتغير الحال لأحسنه وعن تجربة. سورة البقرة دي كنز فعلا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بقراءة سورة البقرة وآل عمران، لأن السورتين دول والقرآن كله جميل، ولكن يعني أخص سورة البقرة وآل عمران بالزهروين. سورة البقرة دي مع المداومة يعني ستشفي المريض وتحقق الأماني. سبحان الله، يعني هي سورة كبيرة، ولكن لما انت تتعودي على قراءتها بتحس ان هي سورة بسيطة خالص. بتصلي وتدعي ربنا باللي انت عايزاه، وربنا يتقبل بإذن الله تعالى وتحققوا ما تتمنوا. وكمان من السنن المهجورة في الأيام دي التكبير والتهليل، لبيك اللهم لبيك، والتكبير والتهليل الحمد لله. واذكروا الله كثيرا يا رب. ربنا يجعلنا من الشاكرين والذاكرين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اللي هيقدر يصوم يصوم، واللي مش هيقدر مثلا يصوم يوم عرفة. واكثروا بقى من الدعاء كده يا رب، ربنا كده ينور بصيرتنا للأحسن يا رب العالمين. داوموا برضو على صلاة الضحى، فهي صلاة الأوابين. صلاة جميلة جدا وبتريح النفسية بجد. بعد ما تصليها كده تقعدي مع نفسك كده تقرأي الورد بتاعك أو الأذكار حسب ما انتي متعودة. بتقسمي الطاعات في يومك. المهم ان احنا ما ننساش ذكر الله والتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم امين. اوعي تنسي يعني، ما نحاول كده على قد ما نقدر ما نهجرش القرآن. خلي لك ورد يومي ثابت، مع المداومة ان شاء الله هتتعودي على كده. وحاولي تحفظي من سورة البقرة. شوفي مقدرتك في الحفظ هتكون قد ايه. تحفظي 5 آيات في اليوم، 3 آيات في اليوم، حسب مقدرتك. والحفظ بيكون بالتكرار وبالسماع. وانتي في شغالة كده في البيت حاولي تشغلي سورة البقرة. مع كتر الاستماع ان شاء الله هتحفظيها. يعني هي سهلة. في ناس بتفكرها ان هي كبيرة واياتها كبيرة، هي فعلا اطول آية في القرآن، عدد آياتها 286 آية، ولكن والله مع المداومة هتلاقيها يعني صورة بسيطة. وكتر التكرار جميلة. فيها آية الكرسي،
يعني آية الكرسي دي أعظم آية في القرآن، والقرآن كله جميل طبعا. بس آية الكرسي طبعا يعني محصنة وبتحفظنا من كل شر، فداوموا على قراءتها في أذكار الصباح والمساء. وطبعا أهم حاجة الفترة دي، اوعوا تنسوا الصدقة. الصدقة دي يعني تصدقوا عن مرضاكم، داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا عن أولادكم وعن صحتكم، ما تنسوش الصدقة، في ناس كتير محتاجة خصوصا في الأيام دي. هقول لكم بقى هعمل تتبيلة الكباب المشوي أو الريش المشوية بأحسن طريقة. أنا هنا كنت جبت بصلاية وطماطماية، دي تتبيلة الحياة الأصلية. أنا برضو هعمل كفتة، بس تقريبا يعني كنت عايزة مش عارفة ايه، يعني الفيديو متلخبط شوية. بس انا الطماطم والبصل صفيت ميتهم على الريش اللي انا كنت هشويها في الفرن، واخدت تفل البصل والطماطم عملت بيهم الكفته. هقول لكم برضو خلطه الكفته. بحط بس ما حطيتش ملح على الكباب او الريش، حطيت معلقه من الصويا، الخل البلسمك او صويا صوص. لو عندك مش موجود استغني عن ده كله. كفايه قوي ميه البصل والطماطم، وممكن تضيفي كده البصل والطماطم مع بعض لو انتي هتشويهم على الفحم. بس لو هتشوي في الفرن كده عادي ضيفي البصل والطماطم عادي. بس انا قلت ايه، اطعم الكفته بالتفل البصل يعني ايه، واخد بس الميه بتاعتهم. هقول لكم برضو وصفه الكفته وانا برضو كنت عاملاها معاكم في التجهيزات، ولا بتفك مني وبتبقى احلى كفته، عملتها كتير معاكم. دي كانت تجهيزات قبل اليوم اللي انا هسويها فيه. يعني لما يكون عندك عزومة، الافضل والاحسن ان انتي تجهزي، خصوصا لو في مشويات، بتجهزيها في التتبيله في التلاجة قبلها بيوم، بتشرب من التتبيله وبتستوي اسرع كمان، وبتبقى طعمها احلى، لانها بتكون شربت من التتبيله ولحمتها طريه. عايزه تشويها على الفحم، هيبقى مش هتضيفي لها تفل البصل والطماطم، هتشويها في الفرن تاخدي الميه بتاعه البصل بس. لما يكون عندك عزومة ولا حاجة حاولي تجهزي كل حاجة قبلها بيوم، علشان يبقى عندك وقت لحاجة تانية تعمليها. كمان بيكون اللحمة شربت من التتبيلة وهتطلع معاكي احسن حاجة. هقول لكم بقى الكفتة، هتجيبي نص كيلو كفتة. عملت معاكم مرة الكفتة بالبرغل ومرة من غير البرغل، حسب ما انت عايزة. هتشوفي عندي الفيديوهات هتلاقي فيها الطريقة اللي بالبرغل كانت جميلة برضو، وبتبقى طريه وجوسي معاكي. هقولك بقى على طريقه الكفته اللي انا عملتها المره دي. خدت تفل البصل والطماطم اللي انا صفيتهم مع الريش اللي انا هشويها، وحطيت بقى على نص كيلو كفته معلقه من البيكنج باودر وفلفل اسود ورشه جوز الطيب بسيطه وملح وبابريكا. البابريكا بتخلي لونها حلو، وبتحطي بقى البهارات اللي انت حباها. بس عشان ما نغيرش طعم اللحوم كفايه قوي الملح والفلفل، والجوز الطيب بيدي نكهه حلوه بيخليها زي اللي بره بالظبط، والبابريكا بتديها لون حلو، والبيكنج باودر بيخليها هشه معاكي. وهضيف معلقه كبيره من النشا بتخليها متماسكه ومش هتفك معاكي. ممكن تضيفي كمان، يعني عملتها مره وضفت معلقه من الزبادي وخليتها برضو كانت طريه وحلوه قوي. بس المره دي كانت حلوه بصراحه، بس انا للاسف ما وريتكوش طريقه التسويه. هنقلب بقى عجينة الكفتة مع بعضها، تعجنيها لحد ما الأنسجة تتماسك مع بعضها. عندك شريحة توست ممكن تبليها وتعجنيها مع الكفتة، بتخليها حلوة جدا، أو قطعة فينو بس. مش عايزة أي إضافات تعمليها، بس لحمة والبهارات وبس، حسب راحتك انت. لو عايزة تضعفي الكمية بتضيفي برغل أو عيش حسب ما انت عايزة، بس كتر الإضافات من العيش والحاجات دي بتغير طعم اللحمة خالص. فنسيب الحاجة بطبيعتها يعني، وتبقى الإضافات بسيطة. يا شريحة توست، يا قلب حتة فينو، أو بلاش عيش. في ناس بتعملها بالعيش، بس بالعيش بتبقى يعني مش عارفة، يعني مش حلو، لأن انت هتاكلوها بعيش يعني، فبلاش فكرة العيش. ممكن تضيفي برغل بتنقعيه من قبلها وبتعمليه معاها بقى ايه، وتسيبها كده برضو لو انت مجهزاها قبلها بيوم بتبقى حلوة. هنا انا كنت برش رشة جوز الطيب. واهم حاجة في الكفتة انك تعجنيها كويس جدا، تعجنيها قوي كأنك بتعملي عجينة، وتدخليها التلاجة شوية يعني تمسك نفسها. وبعد كده بقى بتصبعيها، عندك سيخ، عندك اي حاجة تصبعيها، عايزة تصبعيها كده حسب ما تحبي. وكمان انا هصبعها في الاطباق عادي، هدخلها الفريزر. وهطلعها على التسوية. عايزة تشويها في الفرن اعمليها، عايزة تعمليها على البوتاجاز بتبقى طرية وجميلة جدا على عين البوتاجاز. عايزة تشويها على الفحم حسب ما انت عايزة. يعني التسوية بتبقى حسب يعني راحتك انت، وحسب ما انت متعودة. عندك كذا طريقة للتسوية زي ما تحبي او المتوفر عندك. البوتاجاز بعملها بتبقى حلوة جدا على عين البوتاجاز، بتطلع طرية.
ولما باجي اسويها بضيف لها كده يعني ايه كل شويه ميه كده عشان تبقى طريه. هنا انا كنت بلفها كده يعني ايه بحاول اعمل فيها شكل يعني، بس كانت حلوه ويعني كان نفسي اوريكم التسويه، بس انا كنت عملتها معاكم برضو قبل كده، وكنت عامله عيش، وفي الفيديو ده كمان كنت عامله عيش لو لاحظتوا، بس ما صبرتوش معاكم. بدهن ايدي كده دهنه من الزيت او الميه علشان تتصبع معايا بكل سهوله. داخلين بقى العيد بقى، كل عام وانتم بخير. اعملي شويه تجهيزات كده وتدخليهم الفريزر بتاعك عشان ايه تتفرغي للعبادة، ما تضيعيش فرصة الايام دي، ما تضيعيش الفرصة، يعني فرصة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالعشرة الاوائل من ذي الحجة، وقال لك يعني الاجر والثواب فيهم مضاعف، ويعني فرصة لا تعوض بجد. يعني افضل 10 ايام في السنة، وكل ايام ربنا خير يا رب. ادعوا كتير، وما تنسوش التكبير كده بعد صلاة المغرب، كبروا كتير، والذكر اذكروا الله كتير، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله بحمده، لا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الأذكار حلوة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرب من ربنا راحة تغنينا عن كل حاجة في الدنيا. قربوا من ربنا، ودوما حافظوا على وقت الطاعة، ما تضيعيش يومك من غير ما تعملي وقت للطاعة كده في يومك. لان في اخر اليوم كده تيجي تحاسبي نفسك انت عملتي ايه في يوم. لما تلاقي نفسك كده وانتي هتنامي كده في اخر اليوم، هتبقي مرتاحة ان انتي يعني ما ضيعتيش اي وقت من ربنا، حافظتي على صلواتك في اليوم، قرأتي الاذكار على قد ما تقدري، آم، قرأتي صفحة من القرآن، سمعتي قرآن. المهم ان انتي هترتاحي في اخر يومك لما تحسي ان انتي اديتي العبادة. برضو خدمة اولادنا دي بناخد عليها ثواب كبير. المهم ان احنا ما نضيعش اي فرصة ناخد منها ثواب، يعني والاجر والثواب عند الله. اجبري بخاطر حد، من اعظم العبادات جبر الخواطر. دوري على اي حاجة فيها خير وثواب تعمليه. انا هنا كان عندي دي اللي انا بصب عليها الكفتة دي، مش عارفة معالق بتاعة الصينيين اللي بياكلوا بيها دي، بس انا قلت ايه اما اصب عليها يعني استغلها، يعني اي حاجة عندك في بيتك استغليها صح. والكفتة اهي، جربوا الكفتة بالطريقة دي وهتعجبكم. وكمان شوية بتنجان، المشويات بحب اعمل جنبها بتنجان مشوي وطحينة بقى الحاجات دي. بس انا قلت ايه اجهز البتنجان وعينه في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجة. زي ما قلتلك لما يبقى عندك عزومة جهزي من قبلها بيوم، هتوفر عليكي وقت كتير. انا شويت معاكم مرة البتنجان في الفرن، كنت عاملة معاكم كذا فيديو تجهيزات للفطار وافكار للفطار كتير، اتمنى انكم ترجعوا للفيديوهات وهتعجبكم. بنغص كده البتنجانة يعني نغزة بسيطة كده بالسكينة، انا شويته على عين البوتاجاز. طبعا بقى ما تنسيش المواعين بتاعتك، اوعي تنامي في مواعين في الحوض عندك، اوعي. دايما خلي مطبخك نظيف وريحته حلوة، نضفيه اول باول علشان ما يبقاش متراكم عليكي اي حاجة في مطبخك. ودايما عزولي ما يبقاش عندك كراكيب في شقتك خالص، علشان عينك كده تنظر على المكان نظيف، تحس ان انت يعني عندك راحة نفسية. وفي اخر اليوم بقى كده ايه تعملي بقى، يا اما كوبايه ينسون، كوبايه حاجه دافيه، اشربوا حاجات سوائل كتير، كوبايه شاي، كوبايه شاي بنعناع، فنجان قهوه، زي ما تحبي. يا رب يكون الفيديو البسيط ده عجبكم، واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديده بقى من مصر باذن الله تعالى. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع يا رب. ربنا يرزقكم ما تتمنوه بإذن الله تعالى، ويرزقكم بالخير، ويرزق كل مشتاق ومحتاج يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. كنت بقى عملت كده للولاد، يعني قالوا هنشرب لبن مع البتيلة.